السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة وحالة، اللهم امين. النهارده بقى يا بنات الفيديو ما كانش متوقع خالص صراحة. ما كنتش ناوي ان انا اصور الفيديو دوت، بس هو جه كده عشوائي. احنا كنا خارجين خروجه عاديه خالص يا بنات، كنا رايحين نقعد في كافيه شويه انا وجوزي وابني. فبالمره ايه، قلت له المحلوي كان قريب مننا، قلت له ايه ده في كذا حاجه كده ناقصه من البيت، فايه هنخش نجيبها. قال لي كذا حاجه بسيطه يعني، قلت له اه حاجات بسيطه خالص. فدخلنا يا بنات، طبعا انتوا عارفين احنا لما بنيجي نعمل شوبينج بنضيع او بنجيب حاجات كتير، حاجات اصلا ما كناش عايزينها بس لما بنلاقيها قدامنا بنجيبها. وده اللي حصل النهارده، حرفيا خربت الميزانيه. كنت عايزه اجيب شويه حاجات بسيطه يا بنات، خضار ومعرفش ايه وكده. بس لما دخلت بقى جوه ايه، بتفتكري بقى يعني بتفتكري انت عايزه كذا كذا كذا، وحاجات انت اصلا ما كنتيش عايزاها فبتجيبيها. وده اللي حصل معانا النهارده. بس جوزي خلاص يعني اتعلم وقال لي انا مش هروح معاكي في حته تاني. اول حاجه كنت عايزه اجيب كده كام حاجه مفروم، وكنت عايزه اجيب سجق، وكنت عايزه اجيب اللي هي ايه حاجات يا بنات اللحوم وكده. انا كنت لسه جايه من قريب، بس قلت له ايه يعني بالمره علشان ما انزلش اجيب تاني. صراحة بقى دخلت القسم بتاع الكوزماتكس يا بنات، الديودرنت بقى والميك اب والحاجات ديت. ف صراحة شدني. فاحنا هنا كنت بجيب اللحمة وكده، هو كان في وشه على طول. فقلت له طب ما تيجي كده تبص على الحاجات اللي هي ايه، الكوزماتكس وكده، حاجات بسيطة يعني. فقال لي ماشي يلا. فدخلنا هنا بقى يا بنات، صراحة عجبني كذا حاجة كده في الميك اب. عجبني روجات حلوة قوي. كان عندي خلصان اللون ده فجبته. صراحة انا بحب الوان النود برضو، هادية كده وحلوة في الصيف مش بتبان. وكنت عايزة اجيب برضو حاجات بقى في الميك اب كانت ناقصاني. فقلت اجيبها بالمر صراحة يعني. بصوا اللون ده كان جميل قوي يا بنات، اللي بتحب درجات النود هتحب اللون ده. هادي كده ومش اوفر، ودرجته حلوة يعني، بتبقى حلوة بتليق على كل درجات البشرة. هنا كنت بجرب كذا لون او كذا درجة. لقيتهم كلهم قريبين من بعض، يعني الشيد كلها قريبة من بعض. وكنت عايزة اجيب برضو يا بنات غسول ومرطب وكده، طبعا ستارفيل. صراحة انا بحبه. بس مؤخرا ما بقيتش اجيبه، يعني بقيت احس ان هو تقيل على البشرة. فكنت عايزة اشوف مرطب تاني. فهنا كنت بشوف معاكم بقى كذا حاجة وكده. آه، اللي تعرف يا بنات مرتب حلو تكتب لي في الكومنتات. وكنت عايزه اجيب برضو غسول، كنت اول مره اجرب الغسول ده. انا كنت بجيب دكتور راشيل، ده كان حلو وحلو للبشره، في اي بشره بقى دهنيه مختلطه كان بينفع لكل البشرات صراحه. فانا ايه قلت اغير واجيب اللي هو النيفيا. انا بشرتي جافه، فقلت هجرب اللي هو النيفيا ده يا بنات. هجربه واقول لكم برضو تجربتي فيه. اهو يا بنات نيفيا اهو. كان فيه برضو كذا حاجة منه، بالورد، وكان فيه بالكوكونات، وكان فيه يعني كذا حاجة. بس انا بحب الورد صراحة. اهو دكتور رشيل ده يا بنات اللي انا كنت بجيبه على طول. كنت بوريه لكم برضو، هو جميل قوي، حلو قوي للبشرة بجد. وفي كمان الفرشة بتاعته دي يعني ايه، بتغنيكي اللي انت مثلا لو مش عندك فرشة بتاعة السكراب او بتاعة اللي هي غسول البشرة، بتبقى حلوة فيه. هنا بقى كان فيه كذا كده ماسك. كان عاجبني برضو، بس انا اترددت ان انا اجيبه لان انا بحب نعمل الماسكات الطبيعيه، بتبقى احسن بكتير من الماسكات اللي هي بتتجاب جاهزه الكوري دي. هنا برضو كان في بنات توك. انتوا عارفين ان انا بتجنن بالحاجات دي. يعني انا اول ما بخش القسم بتاع الميك اب والسكين كير والكوزماتكس عموما، بسرح فيه والله العظيم، بسرح فيه، ببقى عايزه اجيب كل حاجه كل حاجه. ميك اب بقى، حاجات للبشره، حاجات للشعر، صبغه، معرفش ايه. بصوا انا عاشقه للحاجات دي، فاول ما بخش بجد بنسى نفسي. يعني لو داخله ب500 الف جنيه هجيب بيهم. بس انا كنت بوريكم برضو الانواع الصبغه. بص احلى حاجه ان زوزو مبسوط، هو بيحب يركب العربيه اللي هي بتاعه المشتريات دي، وايه ويسرح فيها بقى، يقعد يتفرج ويقعد يتفرج على الانوار، يقعد يتفرج على المشتريات. هنا بقى كنت دخلت على قسم بقى الايه، الحاجات اللي هي الفريزنج عموما، الحاجات اللي بتبقى جاهزه، البرجر، الستريبس، الجلاش، السمبوسه، الحاجات دي يا بنات. فبرضو كنت عايزه اشتري شويه حاجات جبن بقى، انا بعشق. جبت بقى شويه جبن كده يا بنات، صراحه مش بستغنى عنها في اي اكل. اي اكل بحب ان انا اضيف له جبن، صراحه بيعلي التيست بتاعه وبتبقى تحفه.
كنت عايزة أجيب برضه بنات شامبو وبلسم، فالفيفا أنا يعني باستخدمه على طول، فجبت المجموعة اللي هي الشامبو والبلسم وكده، جبت المجموعة بتاعته حلوة. هنا بقى يا بنات كنت مترددة اشتري، عارفين برجر الفراخ، كنت أول مرة أجربه في نوع اسمه بريكا، فقلت ايه هجربه، ولو طلع حلو هجيب منه تاني. صراحة كنت اول مرة اجيبه فكنت مترددة، يعني حتى بعد ما مشيت رجعت له تاني، فقلت ايه انا هجربه، لو طلع حلو هجيب منه تاني. بصوا هنا بقى القسم بتاع الستريبس والبرجر والحاجات دي منت اهو. كنت جبت اللي هو البريكة ده، فلو طلع حلو صراحة هجربه. جبت منه الستريبس وجبت منه البرجر بتاع الفراخ. انا صراحة مش بحب اوي برجر الفراخ، بحب اللحمة اكتر، بس قلت ايه يعني هنجرب مش هنخسر حاجة. هنا كنا خلصنا بقى القسم اللي هو فوق، كان بقى الكوزماتيكس والادوات المنزلية واللحوم وكده، فكنا نازلين تحت بقى نجيب ايه شوية خضار وشوية معلبات بقى، يعني صلصة، كاتشب، صوصات، الحاجات من دي. كان برضو ناقصني شوية حاجات، فقلت بالمرة اجيبهم طالما احنا يعني جينا وكده. بص هنا زوزو كان فرحان قوي عمال يلعب في الحاجة، بجد هي بالنسبة له كده اصلا خروجة، يعني هو بالنسبة له كده مبسوط. احنا كنا خارجين فروحنا اشترينا حاجات يعني الحمد لله. هنا بقى قسم المكرونات، قعدت ادور يا بنات على المكرونه القلم الملكه، حرفيا مفيش خالص، يعني في كل انواع المكرونات التانية ما عدا القلم. فقلت له خلاص نجرب النوع اللي هو اسمه رويال ده. قلت هجربه لان انا كنت محتاجه مكرونه قلم، صراحه بحتاجها في الفرن بقى، في اي حاجه صراحه بحب القلم يعني. فكانت خلصانه بقى الملكه، فجبت رويال ده لسه برضو هجربها اقول لكم. بس هي حلوه يعني، ناس كتير بتقول عليها حلوة فانا جبتها. كنت عايزة اجيب بقى ايه تاني. هنا كنا داخلين بقى كنت عايزة اجيب صلصة، في بقى اللي هو الهارفست يا بنات، انا صراحة بجربه على طول وحلو، جبت منه علبتين وكده، لان كان عندي علبة برضو، فقلت ايه لما اخلص هجيب منها تاني، يعني مبحبش اجيب كتير، يعني هما علبتين ولما بيخلصوا بجيب منهم تاني. بس يا بنات هنا كنت بوريكم بقى زيزو، بصوا مبسوط، هو كل ما احط له حاجه في العربيه ينشكح كده، اللي هو ايه ده، يرفع ايده ويقعد يلعب في الحاجه. بصوا الانشكاح، الواد عنده كبت ما بيخرجش. بس يا بنات اللي عطلنا برضه يا بنات ان احنا نخرج، الجو كان في اليوم ده ساقع قوي، يعني احنا اول ما رحنا الكافيه كان زي ما يكون في عاصفة، الجو كان فظيع. فاحنا قلنا ايه برضه ما نضيعش اليوم وكده، فاحنا نروح نشتري شوية حاجات بحيث برضه يبقى ما نزلناش على الفاضي. هنا بقى كنت بجيب كيك شيف بيكنج باودر، صراحة تحفة، يعني اكتر نوع بستخدمه، مش بستخدم غيره. اكتر نوع مفضل صراحة، احلى نوع بيكنج باودر هو الكيك شيف. كنت عايزة برضو اجيب بسبوسة، فلقيت حلو الشام ده اول مرة اجربه، بس قلت ايه حلو، لان انا بجيب البسبوسة يا بنات اللي هي عند العطار، مش الجاهزة، يعني مش بيبقى مضاف ليها سكر ولا جوز هند وكده، بجيبها اللي هي عند العطار، وبعملها بطريقة بتطلع تحفة. فانا اول مرة صراحة اجرب اللي هو معلب ده يا بنات. هنا كنا خلاص اشترينا شوية حاجات بقى معلبات وكده اللي كانوا ناقصيني، فجوزي صراحة بيحب التونة، فقال لي النوع ده ايه رأيك نجربه اهو. هو نوع مش اللي هو قطع يا بنات، صراحة ما عجبنيش النوع ده. هو قال لي ايه انا هجيب واحدة برضو ايه اجربها، فقلت له خلاص هو كده كده بيحب التونة انا ما بحبهاش، فعشان كده جاب ايه واحدة على قده يعني. دخلنا بقى القسم بتاع الخضار والفاكهة، والايس كريم وكده. كنت عايزه اجيب بقى شويه خضار، صراحه انا اصلا كنت نازله عشان اجيب شويه خضار، إيه اللي دخلنا بقى في المعلبات والسكين كير والحاجات دي مش عارفه حتى انا قلت له انا هخش اجيب شويه خضار وخلاص. دخلنا بقى يعني فتحنا في حاجات تانية. كنت عايزه اجيب طماطم وبصل وفلفل رومي والوان وكده. فجبنا بقى شويه الحاجات دول، الصراحه ما كانوش احسن حاجه، يعني الخضار ما كانش حلو، يعني البطاطس ما كانتش حلوه يا بنات خالص، كانت على طول اللي هي يعني ايه مش فريش، او تحس اللي هي بايظه من جوه. هنا بقى يا بنات استعنت بجوزي حبيبي، انا طبعا كنت بصور فما كنتش عارفه انقي بقى وكده، فقلت له خلاص انت اعمل المهمه دي، انت نقي الحاجه، عشان معظم الحاجه بجد يا بنات الخضار ما كانش فريش وما كانش احسن حاجه، فلازم تنقي بالواحده. هنا بقى هو كان بينقي الفلفل،
وانا كنت بقول له هات لي برده رومي، هات لي قصدي الوان. فجبنا كام واحده كده يا بنات عشان بحتاجه برده في الشاورما بقى، السجق الحاجات دي بيبقى حلو. مقدرتش برضه يا بنات اجيب كتير لان زي ما قلت لكم الحاجات ما كانتش يعني صبحه، كانت اللي هي طريه كده، حتى الفلفل كان طري، اللي هو يعني لو حطيتيه في التلاجة كام يوم كده خلاص هيبوظ. فانا قلت له نجيب ايه يعني كميات بسيطه طالما الحاجه مش فريش ومش احسن حاجه، بس احنا كنا محتاجينها. فاضطريت اجيب انا مثلا ايه يعني من كل حاجه كيلو 2 كيلو كده بالكتير، اللي هي تقضيني مثلا يوم او يومين بالكتير. اهو هنا يا بنات كنت جايبه من كل حاجه كيلو ونص 2 كيلو بالكتير، علشان ايه ما كانتش احسن حاجه. بس بس يا بنات والحمد لله ان جوزي كان معايا، لان فعلا ما كنتش هعرف اشتري لوحدي ومعايا زيزو وكده. فاللي هو ايه كويس ان هو كان معايا. انا لما بروح اشتري صراحه بسيب يزن في البيت، يا اما مع ماما يا اما مثلا مع جوزي وكده، وبنزل انا اجيب شويه طلبات وكده. لكن بس بس كنت خلصت الخضار بقى، واحنا ماشيين لمحت الخوخ كده، فقلت له هات لي، لان هو بقى طبعا لسه طالع، وانا بعشق حاجه اسمها خوخ، يعني من الفواكه الصيفي اللي انا طبعا بعشقها هي والبطيخ. فاول ما شفته قلت له يلا هات لي منه 2 3 كيلو كده ايه نتسلى فيهم. فقال لي ماشي. جبنا هنا الخوخ بقى، ما كانش فيه مكان في العربيه، فقلت له حطه بقى ايه في الجزء اللي هو جنب زيزو ده، علشان ما كانش في مكان، يا اما بقى ان انا اشيل زيزو وهو يجيب باقي الحاجه يحطها في العربيه. بس وجبنا بقى شويه تسالي برضو كده، الدوريتوس بقى يا بنات والحاجات دي انا برضو بحبه، فقلت له هات لي منه. بس والحمد لله خلصنا. قلت له كفايه كده، قال لي طب ما تيجي نخش القسم بتاع بقى الشوكليتس والحاجات دي. قلت له بس لا كفايه كده، عشان انا لو دخلت القسم ده هضيع الميزانيه، مش هنلاقي ناكل اخر الشهر. فقال لي خلاص ماشي كفايه. رحنا بقى على الكاشير يا بنات، انا كنت مستنيه بره، شلت زيزو بقى وايه وهو خلص مع الكاشير وكده، والحمد لله روحنا. قال لي انبسطتي؟ قلت له الحمد لله انبسطت. قال لي مش هروح معاكي في حته تاني. قلت له خلاص ماشي. بس يا بنات هنا كنت خلاص بقى هو عند الكاشير، هو كان بيحاسب. الحمد لله خلصنا، كان يوم حلو يوم لذيذ. بس يا بنات بقى لو بتحبوا انواع الفيديوهات اللي هي بقى فيها فلوجات وفيها بقى مشتريات وكده قولولي، وانا اكتر لكم منها، لان انا صراحه يعني مش بعمل السلسله دي كتير من الفيديوهات، بحب ان انا اعمل روتينات اكتر في البيت وكده، لاني يعني بتحرج شويه ان انا اصور بره، او لسه مش متعوده ان انا اصور بره بقى يا بنات في مكان عام وحواليا ناس وكده. فانتوا لو حابين النوعيه دي هتشجع يعني وايه، واصور لكم منها كتير. وبس كده يا بنات، نكون وصلنا لاخر الفيديو. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تحطوا لايك وتعملوا سبسكرايب في القناه لو انت لسه جديده، وتصلوا على النبي في الكومنتات وتكتبوا كومنت حلو كده زيكم يا بنات. واشوفكم في فيديو جديد، ومع السلامه.